ربك بيقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني من أفضل ربنا إن في خير وشر، في محترم وجنبه غدار، في أمين وبيتعامل معاه غشاش، في مخلص وبيتعامل معاه خائن. محتاج تتقبل. أنا اتضحك عليا واتعلمت. أنا ما قصرتش في العلاقة وهو خان العشرة، بس ده عرفني أفهم طباع البشر وبطل سطحية وتسرع في الحكم على الناس. عشان كده ربك يقولك ولا تهنوا، تقبل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح، جرح في جسدك أو قلبك، فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الحمد لله إنك أنت الذين آمنوا مش الظالم الغدار، فأنت تعلمت تقبل. لم يكن ما وصلت ليه الآن من نضج في حياتك إلا بعد ما حدث. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات، واهلا بكم في فيديو جديد. زي ما انتم شايفين كده الروتين بتاعي هيكون روتين مش طويل قوي. بختصر لكم الفيديو، ما بجيب لكوش يعني اطول عليكم قوي. اول حاجه كده زي ما انتم شايفين، انا كنت في السوق وجبت ده كلها. يعني انا ما بجيبش حاجتي بتاعه السوق كلها مره واحده، الحاجه بس اللي انا عايزاها. الجزر ده انا جبت جزر عشان بس اعمله مربى. مش يعني ايه، احنا ولادي ما بيعرفوش ياكلوه كده عشان الجزر انتوا عارفين ناشف، وحتى برضو لو قطعته فانا جايبه اعمله مربى. ولو ما عملتوش مربى هعمله مخلل، حاجه من الاتنين. عشان كده انا مش جايباه كبير قوي ولا صغير قوي. يعني لو ما نفعش كده هحطه لكده، الحاجتين دول يعني. وجبت بتنجان وفلفل، الحاجات بس اللي ناقصاني، عشان انا عندي حاجات، في حاجات بتبقى مش ناقصه عندي فبكملها. الموجود عندي ما بجيبوش. وقبل ما اروح اجيب حاجه السوق، كنت طبعا غسله التلاجة، عشان التلاجة كانت بقالها كتير ما اتغسلتش. غسلتها والحمد لله ونضفتها، وغسلت ال الباسكت برضو بتاعت التلاجة دي برضو غسلتها كده ونضفتها. قلت بالمرة طالما انا غسلت هروح السوق اغسل التلاجة بقى وانضفها، عشان هي كانت بقى لها فترة طبعا ما اتغسلتش. فقلت اغسلها. المنظمات دي حلوة، بتتحط في التلاجة كده بترتبها وتبقى شكلها حلو، بدل ما تحط اكياس اكياس كده. لا، المنظمات دي بتبقى حلوة. وبتبقى شكلها كمان حلو في التلاجة. بس لو الرفوف في تلاجة بتبقى الرفوف بتاعتها واطية شوية كده، ما تجيبش المنظمات الكبيرة، عشان مش هتدخل فيها، الرف بيحوش. وهنا جبت برضو الفلفل. وكان الشطة بصراحة الفلفل الحراق كان كبير، فما جبتش منه كتير. انا جبت كام واحد كده على بقية الميزان. وجبت برتقان وجبت استفندي. بس وجبت سبانخ. السبانخ دي طبعا كنت هعينها، مش كنتش هطبخها. انا ما يعني اليومين دول السبانخ حلوه، فقلت كل ما اروح اجيب مثلا حاجه واعينها، مش لازم اجيب كميه واعينها مره واحده. لا، انا ممكن كل مره اروح اجيب كيلو، كيلو ونص، اتنين، حسب يعني. بدل ما اجيبهم مره واحده كده واروح مخزنهم مره واحده. بس كده، وعبيتهم كده زي ما انتم شايفين كده في الباسكتات بتاعتهم، وحطيتهم في التلاجة. بس كانت التلاجة بس كانت ناقصة عندي، عشان عايزة اجيب لهم طقم مفارش للتلاجة، عشان المفارش اللي عندي كانت بقالها دلوقتي سنتين في قلب التلاجة عشان محافظة عليهم. بس من كتر ما هم في التلاجة بقى غسيل وفرش، البلاستيك بتاعهم نشف فتقطعوا. فقلت اشيلهم وبعد كده بجيب لهم طقم ان شاء الله. مش كل التلاجات برضو بتحط فيها مفارش، في تلاجات بتمنع التبريد بتاع التلاجة. آه، اللي هي التلاجة اللي فيها أرفف مخرمة دي ما بينفعش فيها مفارش، بتمنع التبريد. وبعد كده خلاص حطيتهم في التلاجة ومسكت الرخامة. طبعا دي ما يفوتنيش طبعا، الرخامة عندي لازم تتغسل كل يوم بصراحة. يا إما أعملها بخاخة بالفوطة، يا إما أصبنها. انا بحب كده اغسلها بقالها كتير يعني، كل شويه بخ وامسح. بس قلت لا، اغسلها كده بشويه صابون وشويه كلور، اخليها كده بتلمع كده، بدل ما كل مره ابخها بالبخاخه. لا، قلت لا، امسكها كده حلو. على ما اجيب ان شاء الله، عايزه اكمل بقيه المطبخ عندي بالطوب الحجري، عشان المطبخ عندي زي ما انا قلت لكم قبل كده ما مش كله سيراميك، هو نص بس. فعايزه اكمل بقيته بقى طوب حجري، بس عايزه اشيل اللي هو الشكل ده واجيب الشكل التاني. بس مش عارفه بقى هيطلع من الحيطه ولا لا. ان شاء الله كده عايزه اعمله على رمضان، منه تغيير ومنه يبقى شكله حلو. المطبخ عندي منه غامق،
عايز حاجة تفتحه، الحيطان تبقى فاتحة. هو الحيطان بتاع السيراميكا عندي بيضة، والطوب الحجري دي أبيض برضو، جايبه أبيض. بس عايزة أشيله بقى عشان أوحد كل الحيطان، النص اللي فاضل يبقى شكله حلو، بدل ما انا عاملاه بستيكر. يعني انتوا لو تعرفوا ان انا، يعني في الفيديوهات اللي فاتت كنت موريها لكم قبل كده، ان انا عامله نص السيراميك من فوق لفوق البوتاجاز بستيكر. بس هو جميل بصراحة، ما يعني باجي اشيله بيشال بسرعة، ما بيتعلمش على الحيطة ولا اي حاجة. الاستيكر اللي بيبقى نضيف شوية ده بيتشال بسرعة، ما بيسيبش علامات مش زي التاني. عايزة اشيله بقى، وعلى رمضان بإذن الله اجدد شوية في المطبخ. بس كده خلصت بقى الحاجة بتاع التلاجة، ومسحت رخامة المطبخ وظبطت المطبخ. طبعا ما كانش عندي مواعين ولا عندي اي حاجة، المطبخ كان عندي نضيف وزي الفل، كانش فيه اي حاجة. هنا بقى رحت عاملة بقى اليوم ده، كان احنا عندنا اليوم النهاردة يعني الفيديو ده انا مصوره لكم كله النهاردة. اليوم عندنا كان تلج، عارفين يعني ايه تلج، والدنيا عمالة تمطر. فقلت اعمل ايه، حمص شام. انا كنت بعمل على طول بليله لا حمص شام، الحاجتين دول طول الشتاء معايا، ما بغيرهمش، ما كانش ده يبقى ده. فكان عندي بصراحه حمص، ما كانش عندي قمح. فقلت اعمل الحمص. وبصراحه بنتي اللي كانت عايزه حمص بتقول لي ماما انت ما تعملي لنا بقى بليله، اعملي لنا حمص. فقلت خلاص، طالما عندي وانا جايه من السوق. بعمل الحمص ازاي. الحمص بنقعه على الأقل، تنقعيه مثلا 3 ساعات في مية الأول. وبعد كده جبت حطيته وغسلته غسلة حلوة، وحطيته في حلة وفيها شوية مية على النار. وبعد كده جبت بصلة وطماطماية وفصين توم وضربتهم في الخلاط. في ناس بتحط البصلة سليمة، يعني بتقطعها 4 أرباع كده وتحطها سليمة، لا جربي الطريقة دي هتعجبك قوي. وبعد كده ضربتهم في الخلاط ورحت حطاهم على الحمص. هنا كنت بوريكم ان انا ضربتهم كلهم في الخلاط وحطيتهم. اما الليمونه مش هحط الليمونه، انا هعصر الليمونه، عشان لو حطيت الليمونه في الاول هتمرر. والكمون لو حطيتيه في الاول برضو هيمرر. فالعصر القشره بتاعت الليمونه هي اللي بتدي مراره، والكمون فلو هتحطي كمون حطيه في الاخر مع الملح. والليمونه اعصريها، او لو حابه تحطي الليمونه سليمه نصين يعني بقشرها، حطها في اخر ما يدخل كده في سوا كده، روحي حاطه الليمون. بس انا بصراحه ما بحطش الليمون، انا بحط عصره الليمون بس، واسيبهم يستووا وما يخش على سوا. احط بقى شويه شطه وشويه كمون والملح بتاعه، بس ما بياخدش وقت. ده الحمص الشامي اللي انا بحطه. هنا انا كان عندي توم مفروم، فحطيت يعني 3 فصوص توم بس، وكان طعمه جميل. هو اول ما هيغلي غلوه هتحسي بريحته. هنا بقى كنت بوريكم ان انا عملته وكان طعمه زي الفل. جربوه بالطريقه دي هتعجبكم قوي، بدل ما تحطوا الطماطم ولو ممكن تحطوا الطماطم مبشوره برضو. هنا كنت عملت بقى لولادي وخلاص، خلصت الحمص. بس بصراحه والله كان جميل، ما قعدش، هو خلص تاني يوم على طول. انا ما بكترش، هو اللي كنتوا شايفينه ده كان ربع كيلو.